المغربيين كنوا لك كل الاحترام والتقدير. سيادة تونس خط أحمر. كي تحكي على المنتخب وتعدي دي ميساج بين السطور، تونس ما عندها شيء وتونس تعبة وتونس وتونس وتونس. حاب نقول لك حاجة، احنا فرحنا برشا للمنتخب المغربي الشقيق الباديالي مشي له، لكن راكم كنتوا تتعلموا علينا. راي تونس هي الأصل وانتم التقليد. راكم كنتوا كل شيء، احنا الاكزامبل الجميل عندكم انتم. اليوم فما برشا ظروف خدمتكم، لكن اليوم سيادة تونس نعاود لك راهي خط أحمر، وحتى واحد ما يعطي دروس. احنا مع المكتب الجامعي متاعنا ومع المنتخب متاعنا ومع سياسة دولتنا ومع رئيسنا قلبا وقالبا. الحمد لله عندنا رئيس جمهورية، احنا قمة في النظافة، قمة في الوطنية، قمة في الرجولية. لا يحبنا نبوسوا له يديه لا نبوسوا له مرفقه، لأنه سيد الرجال. احنا رانا نقريو الناس ما يقروناش. تونس راهي حكومة وشعبا حتى واحد ما يعطينا دروس، وحتى واحد ما يتدخل في شؤوننا الداخلية، وناكلوا بعضنا ونضربوا بالبنية مع بعضنا. اما وقت تحط ركايب رانا ما نعطيوش بعضنا. قايل في بالك انت تحب تغار على تونس قبلنا احنا، واللي يهمك مصلحة المنتخب قبلنا احنا؟ لا، احنا بلادنا ودمنا وروحنا وحياتنا لهذا البلد وهذا الوطن. اليوم رئيس جمهورية قاعد يبني في تونس حجرة مع رجالات الدولة ونساء الدولة، حجرة بنظافة. قيس سعيد ما باعش تونس، قيس سعيد ما حطش يده في يد الصهاينة. قيس سعيد رجل وتوانسة كل رجال. اليوم ما نستناو حتى واحد يحب يعدي دي ميساج باش يضربنا ويدخل فينا غنى أطرافين مشاركة المونديال، ليذهب المونديال للجحيم، لتذهب مباراة اليابان تونس ومباراة اليابان وهولندا واللي تحبتي للجحيم. سيادة تونس خط أحمر، ولذلك اللي داروا بالبلار ما يجيبش ديار الناس بالحجر. أيها الإعلامي المغربي، أشقانا المغاربة على رؤوسنا وعينينا، أما تبقى تونس هي الأصل والباقي تقليد.